من كام اسبوع كده حضرت لايف ايفنت بيتكلم عن ازاي الشركات الصغيره اللي قايمه على شخص واحد ان هم يتوسعوا ويكبروا ويبداوا يعملوا سيستم للشركه وستراكشر كبير للشركه، بحيث ان هي تتحول مع الوقت من مجرد اللي هو الشخص اللي هو قايم بكل حاجه، يعني الوان مان شو زي ما بيقولوا، ان هي تكون مؤسسه. ان هي خلاص انت لو شلت الشخص ده منها او الفريق الصغير ده منها، الشركه هتكمل واي حد هيدخل معاك في السيستم الدنيا هتشتغل. الايفنت ده كان حلو جدا، واتكلموا عن الاي اي واتكلموا عن الاوتوميشن واتكلموا عن ازاي تعمل اساسا ستراكشر للشركه بتاعتك، ماركتنج، للسيلز، اوبريشنز، والفاينانس. كان في حاجات كويسه، ولكن يعني من اكتر الحاجات فعلا اللي فرقت معايا قوي قوي، واللي عارف انت اللي هو ايه، الصور والفيديوهات اللي هي قبل وبعد، هو ده كان كده، كان ليه علاقه بصناعه المحتوى للبيزنس. احنا عندنا دلوقتي الناس اللي بتعمل محتوى بيكون عندهم ايه، بيكون في تصور نجاح المحتوى بتاعك بيبقى جاي من الارقام. الفيديو بتاعك ده عمل كام مشاهده، جاب كام لايك، في كام تعليق، في كام شير، الكلام ده كله. وان كان الكلام ده حقيقي، نجاح الفيديو هو الفيديو او البوست او ايا كان اللي انت بتعمله، هو عمل ايه، اتشاف قد ايه، مين اللي شافه، مين اللي تفاعل معاه، وهكذا. ولكن الموضوع ده في البيزنس بيكون مختلف 180 درجة. نجاح المحتوى بتاعك قايم على ازاي قدرت تحول المشاهدات او التفاعل او الكلام ده لعملاء حقيقيين يشتروا المنتج او الخدمة بتاعتك. بالمناسبة انا مش بتاع ماركتينج، انا مش بتاع سوشيال ميديا، انا مش ماليش في الحاجات دي. الحاجات دي ليها ناس متخصصين، ولكن انا بشارك معاكم اللي انا طلعت بيه من الايفنت ده، جايز يفيد اي حد يكون في نفس الموقف بتاعي. لان هي المحاضره دي او الايفنت ده غير عندي مفهومي لصناعه المحتوى كبزنس. من الحاجات اللي انا اتعلمتها اللي هو انا لما باجي، انا عندي قناه مثلا يوتيوب للشركه وقناه تيك توك وانستجرام، بعمل ايه مثلا، الحاجات اللي انا موتوسيكل جبته واشتريته، بصور شويه، بروح رافعه وبكتب ان احنا بنصدر ومش عارف ايه والكلام ده. كل الكلام ده غلط. انت كانك بترمي سناره كده، انت مش شايف اي حاجه، لا انت عارف انت بترميها في بحر ولا بترميها في زرع، ولا انت بس بتعمل كده وخلاص. تمام، ده غلط. لازم ان انت تحدد السوق. طبعا انا هنا هوجه الكلام اكتر انا شركه استيراد وتصدير، وبقول لكم الحاجات اللي انا استفدتها فعليا. يعني نفترض مثلا لو انا عايز استهدف مستوردين في امريكا مثلا، انا عايز ادخل السوق الامريكي، لازم افهم السوق اصلا الاول، لازم افهم الماركت شير اساسا عامل ازاي هناك، في كميه موتوسيكلات مستعمله بتستورد لامريكا قد ايه. والكلام ده بتقدر توصل له من خلال التقارير، سواء كانت التقارير دي مدفوعه في حاجات بسبسكريبشنز وكده، وفي حاجات بتكون فري تقدر تحصل عليها مجانا من مصادر حكوميه. ولكن لازم الاول بتحدد. تمام، انت هنا اساسا فكره يعني انت مثلا بتسمع حد يتكلم عن صناعه المحتوى يقول لك ايه، الجمهور المستهدف. خلاص، انت في البيزنس شويه بتتكلم العميل المستهدف. ففي شويه حتى المفاهيم والمصطلحات دي لازم بتتغير معاك لما بتعمل محتوى ناحيه البيزنس. بعد مثلا ما بتعمل الكلام ده، طيب انت برضو مش هتعمل محتوى وترميه كده وخلاص، واحنا بنصدر واحنا بنعمل واحنا اجمد شركه، محدش مهتم ان هو يعرف انت جامد قد ايه او انت شركه جامده قد ايه. العميل بتاعك هو عايز حل لمشكله عنده. خلاص، فانت النقطه اللي جايه اللي انت محتاج تعرفها ايه المشاكل، او يعني كمصدر ايه المشاكل المستوردين الامريكان، بما اني مستهدف السوق الامريكي، بيواجهوها. تمام، ممكن يكونوا بيواجهوا مشكلة ثقة، في مثلا مشكلة تانية زي مشكلة الورق. في ورق معين بيطلب لما بتيجي تصدر للسوق الأمريكي، موتوسيكلات، حاجات معينة، وكل موتوسيكل بموديل بسنة ومش عارف ايه، كل ده بيكون ليها تفاصيل. دي حاجة حقيقية، دي من المشاكل اللي المستوردين الأمريكان بيواجهوها. طيب انت لما تيجي تعمل محتوى، زي ما قلت، هو محدش مهتم انت جامد قد ايه، ومحدش، هو حد عايز يشتغل، هو عايز حل لمشكلته الشخصية او مشكلة البيزنس بتاعه. انا كمستورد عايز حد اكون واثق فيه، عايز حد يخلص لي مشاكل الورق اللي بتكون موجودة، اللي بتواجهني في الجمارك مثلا. عايز حد اقدر اعتمد عليه ان هو يجيب لي فعلا حاجات نظيفة، كواليتي موتوسيكلات. عايز حد يجيب لي موتوسيكلات مثلا الكيلومتر بتاعها قليل.
تمام. دي مثلا دي مشكله من المشاكل الفعليه. العدادات في امريكا مثلا وبعض المقاطعات هنا في كندا بتكون عداداتها كبيره جدا، في مقاطعات تانية عداداتها بتكون صغيره وهكذا. فانت بتقعد تدور على ايه المشاكل اللي هي موجوده في السوق بتاعك ده، والسوق اللي انت مستهدفه، وبعد كده بتبتدي تقدم نفسك عن طريق المحتوى ان انت حلال المشاكل دي. الفكرة باختصار لما تيجي تعمل محتوى للبيزنس بتاعك، ما ينفعش اللي هو انا هعمل محتوى وابين انا قد ايه جامد. انا عايز اعمل محتوى عشان ابين ان شركتي او البيزنس بتاعي هيحل مشكله عند العميل بتاعي. ده باستراتيجيه بقى، بستوري تيلينج، بدراسه سوق، بدراسه عملاء، بالماركت شير، بكل القصص بقى اللي هي اللي انت المفروض تعملها اصلا قبل صناعه المحتوى. بس دي من الحاجات اللي انا استفدتها فعلا في الايفنت بتاع اللي انا حضرته ده. اتمنى لو كان في اي حاجه مفيده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.